أهلا بيك. من أقوى المشاعر اللي بتحول شكل الحياة هي الامتنان. الامتنان مش كلمة بنقولها ولا تصرف بيتعمل. الامتنان إحساس بيتولد جواك لما بتلاحظ الحاجات الحلوة اللي حواليك، حتى في الأوقات اللي فيها تعب أو زعل. إنك تكون مركز على اللي معاك ومش بتجري ورا اللي مش متاح. إنك تكون بتعيش الحياة من مكان فيه تقدير لكل حاجة عندك، وعارف قيمة كل حاجة في حياتك. الامتنان بيكون سبب كبير في إحساسك بالراحة وبالأمان. الامتنان ممكن يكون سببه ابتسامة أو كلمة حلوة في حقك أو في ظهرك، وممكن يكون حضن من حد بيحبك، أو لحظة سكون فيها راحة وفيها هدوء. لما بتعيش الحالة دي عقلك بيهدى وقلبك بيطمن. دلوقتي غمض عينك وتنفس بعمق وببطء. اتنفس تاني واسمح للهواء اللي داخل ياخد معاه إحساسك بالامتنان لحياتك ولكل شيء فيها، والهواء اللي خارج واخد معاه أي تركيز على الحاجات اللي مش متاحة. دلوقتي تخيل معايا إنك بتصحى من النوم والدنيا هادية قبل زحمة اليوم والأفكار. بص حواليك واختار حاجة بتحس بالامتنان ليها وابدأ بيها يومك. ممكن يكون اليوم نفسه كفرصة جديدة، ممكن يكون البيت اللي انت عايش فيه، أو ممكن يكون شخص في حياتك، زوجتك أو أولادك، أو حتى نفسك، إنك لسه موجود هنا وعندك حرية الاختيار. خليك مع الإحساس ده شوية. خلي التوكيدات اللي هتسمعها توصل لقلبك بهدوء. أنا شايف، أنا مقدر، أنا حاسس. الحاجات الحلوة في حياتي كتير، حتى لو لسه ما وصلتش لكل اللي أنا عايزه. أنا مركز على اللي في حياتي وبقدره. الامتنان مالي قلبي وأفكاري. أنا ببدأ يومي وأنا مركز على الحاجات اللي ممتن ليها. إحساسي بالامتنان بيزيد كل يوم. كل ما أبص حواليا بشوف قيمة اللي عندي، وهدوئي بيزيد والسعادة بتملأ قلبي. الامتنان أول طريق السعادة، وأول أبواب الوفرة، وأول خطوة لحياة أهدى وأصدق. دلوقتي افتح عينك وافتكر، حتى وانت زعلان أو متضايق تقدر تختار تشوف قيمة الحاجات الحلوة من غير ما تتجاهل إحساسك. وما تنساش تتنفس وتضحك، وافتكر إن في وسط كل الأصوات في صوت واحد.